يا أهلا وسهلا بكل الأوتاك والأساطير في الملخص الثالث من الموسم الأول من بلولو. لو ما شفتش الملخص الأول والثاني شوفهم وارجع. لذا واللي راح اسيب لك رابط بتاعهم في أول تعليق. ناجي بيخدعهم كلهم وبيوقعها من فوقهم وبيتهيأ إن الموضوع خلاص، لكن في آخر لحظة بيتدخل جاجمار وبيقدر يلحقها من على خط المرمى، والكرة بتوصل لراجل إيساجي اللي بيكون في قمة حماسه، والفريق كله بينطلق ناحية المرمى. إيساجي بيقسم إنه هيفوز بالماتش ده حتى لو على جثته، وبيمرر الكرة لباتشيرا اللي بيعدي منهم حركاته المميزة وبيرجعها تاني لإيساجي. إيساجي في لحظة بيقرأ الموقف وبيمررها لتشيجري، وتشيجري بينطلق بسرعة خرافية ناحية المرمى، بس الدفاع كله واقف قدامه، فبيرجعها تاني لإيساجي اللي بيكون في مكان مثالي للتسديد. قدامه مدافعين بس، فبيقرر يعمل 1-2 مع كونيجامي وبيمررها له، بس زانتسو بيقطعها منه. لحسن الحظ الكورة بتروح لرايتشي اللي بيبصيها لباتشيرا، وده بيدوره بيشوف النار في عيون إيساجي فيرفع له الكورة. إيساجي بيجهز نفسه للتسديد، لكن فجأة الوحش ناجي سيشيرو بيتدخل وبيحاول يقطعها. إيساجي بيتجنن من الموقف وبيتوتر جدا ومش عارف يسدد من الزاويه الصعبه دي، والكل بينادي عليه يقول له يمرر، لكنه بيرفض وبيقول لا، هو عايز يفوز بجون شخصي منه. بيقرر يسدد على طاير والكره بتوصل له وبيفجر الجون بتسديده مباشره رهيبه. واخيرا بعد عناء طويل الفريق زد بيفوز في اخر ثواني من الماتش بفضل تسديده إيساجي، وبيخلص الاختبار الاول من مشروع بلولو. الفريق زد بيتاهل للمرحله الثانيه، وكل الفرق الثانيه بتخرج ما عدا 3 لاعبين: بارو شو من فريق اكس، ونيكو ايكي من فريق واي، ونيما جونشي من فريق دبليو. بعد الفوز بيرجعوا المهاجع بياكلوا ويشربوا وبيستريحوا. تاني يوم ايجو بيكلمهم وبيقولهم انهم داخلين على مرحلة التكيف البدني قبل الانتقاء التاني، وفعلا بيقضوا 10 ايام تدريب شاق جدا. بعدها ايجو بيطلب منهم يروحوا للابو المركزي، وهناك بيقابلوا الفرق الناجية من المباني تانية، لكنهم بيتفاجئوا ان كلهم في نفس المركز الاخير. ساعتها ايجو بيظهر لهم وبيقول الحقيقة الصادمة: مفيش اصلا مباني من 1 لحد 4، بلولو كله عبارة عن مبنى واحد، وكل اللي شافوه كان مجرد خدعة علشان يكسر غرورهم ويخليهم يطلعوا أقصى ما عندهم. وبيشرح لهم عن الانتقاء الثاني اللي بيتكون من 5 مراحل، واللي هيتخطاهم كلهم هيشارك في معسكر تدريب مع أفضل لاعبي العالم، لكن المرة دي كل واحد هيكون لوحده تماما. بعدها بيقفل معاهم وبيقولهم حظ سعيد، وكلهم بيتوتروا ومحدش عايز يبدأ. فجأة بيظهر واحد بيعمل حركة استعراضية بالكورة ويدخل الميدان، والكل بيتصدم لما يعرفوا إنه ايتوشي رين، أخو اللاعب الأسطوري ايتوشي ساي. الكل بيتشجع والانتقاء الثاني بيبدأ. إيساجي بيلقي نفسه في ملعب صغير قدامه مرمى وحارس هولوجرام، والمطلوب منه يسجل 100 هدف في 90 دقيقة بس. الكور بتجيله من أماكن مختلفة والمرمى بيتغير كل مرة، فبيفهم إن المفتاح هنا هو تطوير مهارة التسديد المباشر. فعلا بيشتغل على نفسه ومستوى الصعوبة بيزيد لحد ما بيواجه كرات أسرع وعقبات متحركة. بعد شوية بيتأقلم وبيسجل 100 هدف وبيعدي للمرحلة الثانية. هناك بيدخل أوضة فيها لاعبين كتير ومطلوب منه يكون فريق من 3 لاعبين. بيقابل باتشيرا وبيكونوا فريق سوا، ولسه فاضل لهم اللاعب الثالث. وقتها ناجي بيروح لإيساجي وبيقوله ينضم لفريقه هو ورايه، بس إيساجي بيرفض وبيقوله إنه عايز يفضل مع باتشيرا. ساعتها ناجي بيصدم الكل وبيقوله خلاص يا عم، يبقى أنا اللي هنضم لفريقك يا إيساجي. رايو بيتنرفز وبيقوله طب وأنا؟ بس ناجي بيتجاهله تماما، وإيساجي بيوافق فورا وبيبدأ فريقهم الجديد. بيروحوا للمرحلة الثالثة اللي بتكون عبارة عن ماتشات 3 ضد 3. الفريق اللي بيكسب بيختار لاعب من الفريق الخصم علشان ينضم ليهم لحد ما يوصلوا ل5 لعيبة ويخلصوا الانتقاء الثاني. أما الفريق اللي بيخسر بيتبقى منه لاعبين بس، ولو خسروا تاني اللي محدش يختاره بيتقسم من بلولوك تماما. المرحلة دي بتكشف تصنيفاتهم الجديدة، وبيطلع ال3 دول أقوى 3 لعيبة في بلولوك كله. إيساجي بيتحمس جدا وبيقرر يتحداهم في الماتش الجاي، وبيقول بحماس إنه هيسحقهم كلهم. الماتش بيبدأ باتشيرا مع الكورة يمررها لناجي، وناجي على الطاير يديها لإيساجي اللي يشوطها جول في أول دقيقة. بس رين بيضحك وبيقول لهم إن مستواهم يجيب الملل، ويقوم من نص الملعب يشوط كورة خرافية جول. الكل بيتصدم، الكورة دي حرفيا من نص الملعب. باتشيرا بيرفع كورة عالية لناجي، بس أريو بينط وبيقطعها وبعدين يشوطها بين رجلين إيساجي وبيسجل جول. إيساجي مش مصدق اللي بيحصل، بيحاولوا يهاجموا تاني وباتشيرا يراوغ أول لاعب وبعدين التاني، بس الواد بيرجع له في ثانية ويقطعها منه وبيسجل جول تاني. إيساجي بيحاول يفهم إزاي خسروا كده رغم إنهم بيلعبوا كفريق على عكس التانيين اللي بيلعبوا بأنانية. ناجي يفكر في خطة يعملوا مثلث تمريرات سريعة لحد المرمى، وفعلا الخطة تمشي، لكن رين قرأ اللاعب كله ومستنيهم. باتشيرا بسرعة يمرر لناجي، وناجي يخدع أريو ويسجل جول، بس رين يتعصب جدا وبيقولهم انتوا بتكلموا في نص الماتش، ويقرر يعيد نفس الحركة ويسجل من نص الملعب تاني. لكن إيساجي المرة دي بيكون متوقع وبيصدها وبيقول له مش انت لوحدك اللي بتتحكم في الملعب. رين يستعد يرفع الكورة من ركنية
الثانية وايتو شيرين يسجل هدف أسطوري، النتيجة بقت 4 وفاضلهم هدف واحد للفوز. رين يقطع كورة من ايساجي ويعدي الملعب كله لوحده ويسجل الهدف الأخير والفريق بتاعه يفوز. رين يختار باتشارا ينضم ليهم وباتشارا بيزعل جدا بس بيقول لايساجي أنا مش هستناك، لو عايزني تعالى خدني. بعدها ناجي وايساجي بيروحوا لمنطقة الخاسرين، بيتكلموا شوية وايساجي محبط لأنه حاسس إنه ما قدرش يعمل حاجة. فجأة يدخل بارو وناروهايا، الكل بيتفاجئ إن بارو واصلة هناك رغم قوته. بيتضح إنه في ماتشه الأخير سجل 4 أهداف لكن محدش اختاره بسبب أنانيته. بيتخانقوا بالكلام شوية وبعدها بيروحوا أوضتهم ياكلوا يناموا، وتاني يوم ايساجي بيروح يتمرن لوحده. ناروهايا بيجي يستفزه ويقول له يتحداهم في الماتش الجاي وايساجي بيوافق. يبدأ الماتش، ايساجي يمرر لناجي، ناجي يحاول يراوغ بارو بس بارو يقطعها ويسجل جول خرافي من 29 متر. يرجعوا تاني، ايساجي يمرر لناجي، ناجي يخدع بارو ويسجل جول أسطوري. بارو يتعصب ويهاجم لوحده لكن يقطعوها منه. ايساجي يمرر تمريرة صعبة لناجي وناجي يستلمها بشكل خرافي ويسجل جول تاني. بارو يحاول يقلد تسديدة شيرين بس الكورة تخبط في العارضة وترجع لناروهايا اللي يسدد لكنها تروح تاني في العارضة وترجع لبارو اللي يسجل جول التعادل. ايساجي يفهم ان سر الفوز هو التغلب على ناروهايا لان مهارة ناجي وبارو متقاربة. يبدأ يركز عليه بس ناروهايا يقطع الكورة ويمرر لبارو اللي يسجل جول تاني. ايساجي يحاول يرد، يمرر لناجي، ناجي يسجل بس بارو يرجع يسجل من نص الملعب تقريبا ويفوزوا. الفريق التاني يكسب والنتيجة النهائية ان ايساجي خسر، بس المرة دي عنده هدف واضح انه لازم يتطور اكتر علشان ينتقم من اللي فازوا عليه. في اللحظة دي ايساجي بيفهم كل حاجة ويدرك ان ناروهايا كان دايما بيتمركز في النقاط العمياء بتاعته، يعني في الاماكن اللي ما بيقدرش يشوفها كويس. بيحلل الموقف كله بسرعة والماتش يكمل. كالعادة ايساجي يمرر لناجي وناجي يسجل جول، النتيجة بقت 4-4 واللي هيفوز هو اللي هيسجل الهدف الجاي. ايساجي في الوقت ده غرقان في التفكير، بيحاول يفهم ازاي يستغل النقاط العمياء بتاعت خصومه لصالحه. بارو كالعادة بيعيد نفس الحركة، يحاول يسجل من نص الملعب بس الكورة تخبط في العارضة وترجع لناروهايا اللي هو كمان يشوطها وتيجي في العارضة تاني. الكورة تقع عند راجل ناجي وايساجي بينطلق بأقصى سرعة ناحية الجون، مركز كل تركيزه على بارو. بيستنى اللحظة اللي بارو هيشيح فيها نظره بعيد وساعتها ايساجي يخدعه بحركة جسم سريعة، يستلم الكورة ويسجل جول خرافي. ايساجي أخيراً قدر يتطور فعلاً وتفوق على مهارة ناروهايا. بعد الماتش الفريق بتاع ايساجي بيختار بارو ينضم ليهم وبكده ناروهايا يتقصى من بلولوك نهائياً. بعدها بيرجعوا لغرفتهم بس التفاهم ما بينهم في أسوأ حالاته. بعدها يبدأوا يتمرنوا تاني علشان يحسنوا التناسق بين بعض. في الناحية التانية بيكون في اجتماع بين الممولين بتوع مشروع بلولوك اللي مش مقتنعين بيه خالص وبيقولوا إن تكلفته عالية جداً، بس إيجو بيرد عليهم بثقة وبيقول سيبوا الموضوع عليا، أنا اللي هصنع المهاجم الأقوى في العالم. وفي نفس الوقت كونيجامي وتشيجري وريو بيتدربوا هم كمان وبيزودوا التفاهم ما بينهم. ايساجي وفريقه بيكونوا قاعدين بياكلوا وبعدها ايساجي يروح ياخد شاور وهناك تحصل المفاجأة، بيقابل كونيجامي وتشيجيري وريو، بيتخانقوا بالكلام شوية وفي الآخر يقرروا يتحدوا بعض. الوقت يعدي بسرعة ويوصل يوم الماتش. صفرة البداية تطلع، ايساجي يمرر الكورة لبارو والكل يبدأ يضغط عليه لكنه يرفض يمرر لأي حد. رين يقطع الكورة منه ويمررها لتشيجيري اللي ينطلق بسرعة الصاروخ ويسجل جول. ايساجي يبدأ يحلل الموقف وبعد شوية ينجح يخطف كورة ممتازة يمررها لبارو ويتحرك علشان يستقبلها تاني بس بارو كالعادة يرفض يمرر والكرة تتقطع منه وكونيجامي يسجل جول تاني عليهم. ايساجي بيدرك ان التعاون مع بارو ملوش فايدة بعكس ناجي اللي عنده دايما احتمالات كتير للتفاعل. ساعتها ايساجي يمرر لناجي وناجي يخدع تشيجيري ويستلم الكورة بمهارة رهيبة ويسجل جول. الماتش يكمل ورايو يبدأ يخترق بخطوات سريعة ويعملوا تمريرات سريعة بينهم لحد ما يوصلوا للمرمى من جديد. في الوقت ده تشيجيري بيرفع الكورة في منطقة الجزاء وكونيجامي يشوطها ويسجل هدف جديد. ايساجي بيفقد أعصابه تماما وبيقرر انه يفترس بارو. الماتش يبدأ من جديد وايساجي يوهم الكل انه هيباصي لبارو لكن يفاجئهم ويمررها لناجي اللي يستلمها كعادته بطريقة أسطورية وياخد باله ان ايساجي اخترق دفاع الخصم من النقاط العمياء بتاعتهم فيباصيله وايساجي يسجل جول رائع. ايساجي وقتها يتعصب على بارو ويقول له ابعد عننا خالص. الماتش يكمل وريو يباصي لتشيجيري اللي يرفعها لكونيجامي لكن بارو يقطعها منهم وينطلق ناحية الجون وبسبب أنانيته وعدم تمريره لحد الكرة تتقطع منه. ايساجي يستغل الفرصة ويمررها لناجي اللي يسجل هدف التعادل. ايساجي كان متوقع الموقف من البداية، ده هو التفاعل الكيميائي بينه وبين الناجي سيشيرو. الماتش يستمر وريو يمرر لتشيجيري اللي بيتطور في الماتش وبيكتشف ان نقطة ضعفه كانت انه بيبطأ لحظة استلام
قدام الكورة، فبيقرر يكسر العادة دي وينطلق بسرعة رهيبة، يعدي الكل ويسجل جول. يستأنفوا اللاعب من جديد، بارو يقطع الكورة ويحاول يسجل لكن تخبط في العارضة وترجع لكونيجامي اللي يمررها لريو، لكن إيساجي يكون في مكانها ويخبطها برجله فتقع قدام بارو. بارو يتوتر ومش عارف يعمل إيه لحد ما يشوف إيساجي قدامه بيقول له مررها لي. بارو يضعف فعلا ويمرر، وإيساجي يسجل جول جديد ويقوله بسخرية برافو يا بطل، حاول تتحرك أحسن من كده المرة الجاية. بارو في اللحظة دي بيحس بالهزيمة لأول مرة وقلبه يتقبض. النتيجة 4-4، واللي يجيب الجول الجاي هو اللي هيفوز. الكرة مع فريق ريو وبيقرروا يعتمدوا على سرعة تشيجري في الهجمة الأخيرة، بس إيساجي كان متوقع ده وحاطط خطة يسدوا كل المساحات على تشيجري، لكن ريو يراوغ ويمرر له، وده كان فخ من إيساجي. ناجي يسبق الكرة وياخدها قبل ما توصل لتشيجري، لكنها تفلت منه وتقع قدام بارو اللي بيتجنن حرفيا ويقرر يخترقهم لوحده. بارو يظهر قوته الحقيقية لأول مرة، يعديهم كلهم بمهارة خرافية ويسجل هدف الفوز. بعدها يختلفوا مين يختاروا ينضم ليهم، وفي الآخر يختاروا تشيجري هيوما. ناجي يروح لريو يحاول يواسيه، لكن ريو يتضايق وبيقول له طب ليه ما اخترتنيش؟ ناجي يتعصب عليه ويقول له ملكش لازمة يا ريو، مش عايز أشوف وشك تاني. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تكونوا أول من يعرف كل جديد من عالم الأنمي الممتع.